فطار خامس يوم رمضان ده الترند اللي لازم يكسر الدنيا. زي ما انا متعوده منكم من اي وصفه تشوفوها عندي لاول مره بتطلعوها ترند، وصفحات كتير وقنوات كتير بتعملها وبتطلع ترند والناس كلها بتجربها. فانا بقى عايزه الوصفه دي بالذات تطلع ترند، لان الوصفه دي مميزه والاول مره هتشوفوها عندي بطريقه مميزه جدا. متاكده ان انتوا لما تجربوها هتحبوها قوي وهتعملوها دايما وولادكم هيعشقوها. تعالوا نبدا. بسم الله، وما تنسوش تعملوا لايك وشير. اول حاجه كده هنجيب طماطم وبصل وتوم وفلفل وليمون، ليمونتين كبار، وملح وفلفل وكاري وبابريكا وكزبره ناشفه او اي بهارات انتوا بتحبوها تضيفوها مع البهارات. ناخد بقى كل ده ونضربه في الكبه ونحطها في طبق غويط. وبعد كده هنجيب الفراخ بتاعتنا، سواء عندك فرخه كامله قطعيها 4 او قطعيها 8 مش مشكله خالص. هناخد الفراخ ونخرمها كده بالسكينه وناخدها بقى نديها مساج في قلب التتبيله دي، ولما ندعكها كويس بالتتبيله بنغطيها ونسيبها في التلاجة من ساعة لغاية ليلة كاملة. لو ما عندكيش وقت حطيها ساعة في التتبيلة وبس كده وهتكون برضو تمام. انا حطيتها ليلة كاملة. تاني يوم بقى هنجيب بقى حلة او صينية او طاسة، اي حاجة عندك. هتحطي بقى الفراخ الحلوة دي وتحطي عليها كل التتبيلة. هتغطوها وتحطوها على النار العالية لمدة نص ساعة، وبعد كده بتهدوا النار نص ساعة كمان، يعني هتاخد ساعة على النار. في الوقت ده هنفرم بصلاية كبيرة ونشوحها في زيت او سمنة، ومعاها كام فص من الثوم وقرن فلفل حامي وقرفة وورق لورا، ونشوح ده كله كويس جدا. وهنا كان عدى ساعة والفراخ استوت جدا. هنطلعها بقى من الحلة من غير ما احط لها ولا نقطة مية، هي بتنزل كل السوائل وبتكون بهاريز طعمها حلو قوي ومركزة جدا جدا. هناخد بقى شوية من البهاريز دي نصفيها كويس جدا، وبعد كده الشوية اللي فاضلين بنزودهم شوية مية وهننزل بيها على البصلة اللي اصفرت معانا، وهنكمل كمان بمية علشان هي مركزة جدا فبنزودها مية. هننزل برشة من الكاري والكركم كده، رشات خفيفة علشان اصلا البهاريز دي مليانة بهارات من الفراخ. ونظبط الملح، ولما تغلي بننزل بالرز البسمتي المغسول. والمفروض ان كل كوباية رز بسمتي هتاخد كوبايتين من السوائل علشان هو مش منقوع، مغسول بس. اول ما يتشرب كده والنار عالية بنهدي النار على الاخر وهنغطيه ونسيبه 15 دقيقة بس هيكون استوى. ولغاية ما يستوي جبت بقى شوية البهاريز اللي انا اخدتهم كده من بهاريز الفراخ وزودتهم شوية من الدقيق. مش محتاجين ان احنا نحط لا ملح ولا بهارات ولا اي حاجة علشان هي بجد فيها كل حاجة ومتبهرة وطعمها بجد تحفة. وجبت كمان فيجيتار على بقسماط خلطتهم مع بعض كده. وهناخد الفراخ نغطسها في الخليط السايل ونطلع بيها بقى على البقسماط او الفيجيتار. يعني عندكم بقسماط لوحدها تبلوها بملح وفلفل وهتمشي معاكم وهتبقى زي الفل. عندكم فيجيتار اللي هو الجاهز هتبقى حلوه برضو. عندكم الخلطه الكريسبي دي اللي انا ما بحبهاش برضو اعملوها، يعني لو انتوا بتحبوها اللي هي الناشفه المقرمشه زياده عن اللازم دي. انا مش بحبها خالص، بس هتنفع قوي للناس اللي بيحبوها يستخدموها بدل الفيجيتار او البقسماط. هنعمل بقى كل الكميه كده. تقدروا ان انتوا تفصلوا الورك 2 زي ما انا عملت كده براحتكم، او تخلوا الورك سليم. في الحالتين عادي برضو. مش محتاجين ان احنا نقلي في زيت غزير. الزيت زي ما انتوا شايفين قليل مش كتير قوي. وهنبتدي ان احنا ننزل بيها كده. الزيت لازم يكون سخن. طب انتوا ما بتحبوش المقلي تقدروا ترشوا عليها رشات بسيطة جدا جدا من الزيت ببخاخة الزيت وتحطوها في الفرن. هتاخد في الفرن نص ساعة تحت الشواية، بس تكون بعيدة عن الشواية، وهتتحمر معاكم وتبقى زي الفل. برضو عندكم اير فراير هتبقى برضو معاكم حلوة قوي. كان بقى الرز استوى وعملت سلطة زبادي عبارة عن زبادي وخيار مبشور، وحطيت ليمون كمان وتوم وملح وكمون. ونجهز بقى الفطار بتاعنا اللي بجد تحفة. انتوا متأكدة ان انتوا لما تعملوا الوصفة دي هتندموا ليه؟ علشان لما تعملوها هيفضلوا كل شوية في البيت يطلبوها منكم وكل شوية عايزينها. وطبعا الوصفة دي احلى بكتير قوي من الفراخ اللي بتتقلي نية في الزيت، اللي دايما نفتح كده من جوه نلاقيها مدممة او نلاقي العظم لونه اسود. بجد حاجة تسد النفس. انا بالنسبة لي ما بحبهاش ابدا الوصفة الاصلية. ده بقى الكنتاكي المضمون اللي احنا عملناه بطريقة حلوة تخلي طعم اللحم حلو، علشان تبلنا الفراخ من البداية فاللحم طعمه حلو قوي، والعظم زي ما انتم شايفينه ابيض وزي الفل وبتدوب ذوبان. الطريقة دي حلوة وصحية اكتر من الفراخ اللي بتقلوها نية في الزيت. ومع الرز اللي عملناه بقى بجد خطيرة. هستنى رأيكم في التعليقات لما تجربوها. وبس كده، السلام عليكم.